عايز اقول حاجه لطلبه الثانويه اللي هم طالعين من الثانويه وفرحانين وبتاع وبيقولوا ان احنا خلصنا اصعب فترات حياتنا وبيقولوا ان احنا طلبه جامعيه والجامعه احسن ايام حياتنا. فكرتوني بنفسي. قسما بالله انا كنت داخل الكليه والجامعه واد فله، واد ورده بقى، وداخل الجامعه وفي اعتقادي بقى ان ايه الحياه الجامعيه بقى، وان احنا نضجنا والواحد يمشي بالجوا واللابتوب ويقابل بنات بقى وشغل تامر حسني. بس الحياه مش الدنيا في الجامعه مش كده خالص قسما بالله. انا اتبهورت في الجامعه، ظهرت شبابي كرفت، ظهرت شبابي حمضت، ظهرت شبابي بقت كبانيه قسما بالله. ايه انا جاي لك من قلب الحياه الجامعيه وبقول لك هتتفشخ، بقول لك هيطلع ميتينك وهيتم استعبادك، لان انا كنت مستعبد. انا في الكليه كنت عبد ذليل حقير، الدكاتره كانوا مستعبديننا. انت دخلت الكليه انت عبد، تعمل الدكاتره هيقولوا عليك، تسمع كلامهم غلط صح تسمع. اقسم بالله قبل ما ادخل الجامعه كنت واد رايق، كنت واد ارمي الافيه وجع 10، كنت تشوف على وش الابتسامه كده دمس ابتسامه يا جدعان. بعد ما دخلت الجامعه بقيت امشي تحس ان انا مديون عليا فلوس، تحس بقيت اكلم نفسي قسما بالله، بقيت اكلم تخيل سيكشن عندك سيكشن 7 الصبح ولازم تحضره، والمشكله ان سيكشن 7 الصبح ده هيدولك دكتور عنده 90 سنه بلغ من الكبر عتيا، والسيكشن لوحده عليه 20 درجه، فلازم تحضره عشان تنجح، عشان لو ما حضرتوش هتسقط. تمام. وعشان تصحى السيكشن مش عارف انطق يا جدعان، الجامعه عفرتتني بس الحمد لله اتخرجت. عشان تحضر السيكشن ده بتاع الساعه 7 لازم تحضر تصحى 5 عشان تركب. فين بقى فين الحياه في كده يا جدعان؟ قسما بالله الحياه الجامعيه دي حياه تتضرب بالجزمه. وباجي ايه بقى الدكتور هناك قال لك روح كده تروح ما تبقى بتنفع، هتعاند الدكتور هيسقطك وتبقى ليلتك طين، هتسقط مش هتعرف تتكلم. الدكتور تقول له ده كله بقى كوم، وما حكيتكش بقى عن الحياه الجامعيه. جروب الدفعه لما تدخل الكليه يبقى في جروب يا جدعان اسمه جروب الدفعه، ما تدخلوش والله ما تدخلوه، لان جروب الدفعه ده هو عباره عن تجمع لكهنه ويهود معبد امون في الارض. هتلاقي جماعه يهود كده عاملين 180 الف جروب. جروب الدفعه، جروب الطلبه، جروب مش عارف الطلبه باستثناء الطالبات، جروب الطالبات فقط، جروب الطالبات الحوامل، جروب الطالبات الحلوين، جروب الطالبات مش عارف الحاملين. 1000 جروب مش جروب واحد. وعشان تعرف جروب الدفعه الاصلي هقول لك تعرفه ازاي. يعني هتلاقي الادمن بتاع جروب الدفعه الاصلي مش اسم عادي، مش هتلاقي اسمه محمد ولا احمد، هتلاقي اسمها زهره الفردوس، الباقيات الصالحات، الطريق الى الايلات، الطريق الى الجنه، راجيه الجنه، هتلاقي اسم اسلامي كده. تمام. فده جروب ما تدخلش جروب الدفعه، لانهم بيحكوا في كل حاجه الا الحاجات اللي عليك. هيحكوا واحده بتجهز نفسها سلفتها زعلانه، واحده اخته اتطلقت، حتى البنات. الواحد جرب في يوم من الايام يجرب حظه ودخلت اطلب محاضره واطلب محاضره قسما بالله لقيت البت منزله لي سكرين شوت وانا بقول لها ابعت لي المحاضره في جروب الدفعه، بتقول لي الزم حدودك معايا، الزم حدودي. لا ده انت مش محترم يا ست، وانا كلمتك انا داخل اقول لك ابعت لي المحاضره، انا ما قلتلكيش ابعت رقم ابوك هخطبك، يعني الزم حدودك يا ولد، على اساس ان هي ليبيا، يعني على اساس ان انا ليبيا وانا تعديت حدودها. فما الحياه الجامعيه كلها عفرطه وهم ما يتلم.